هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين على ذمة قضايا صادرة في حقهم بطاقات إيداع بالسجن من قبل السادة قضاة التحقيق. عندهم مجموعة من القضايا المختلفة، أهمها ربما التآمر أو شبهات، ديما نقولوا شبهات التآمر على أمن الدولة. مانيش باش ندخلوا في عمل القضاء، القضاء يبرئهم أو يدينهم، هذه تبقى مسألة قضائية بحتة. لكن جديد في الحكاية تم الإعلان أنهم لن يذهبوا مستقبلا إلى أي جلسة تحقيق. السبب يسميه في السيارة اللي تنقل فيهم من السجن إلى المحكمة بين ظفرين سيارة التعذيب، ويقولوا أنها سيارة غير محترمة وما فيهاش الرفاهية اللازمة. شنو رأيك مواطن؟ سمعت به الموضوع بالنسبة للموقوفين على التآمر على أمن الدولة. قريت والله اعلم، انا قريت اختي ما تعرف لي انفورماسيون فيهم عليهم. قال لك فما نحد بالتحديد الازهر العكرمي قال ما نركبش في السياره هذه على خاطر سياره مخصصه الى نقل الارهابيين، وفما السيارات لنقل المساجين. شوف اختي بكل وضوح، انا وقت لي وقت اللي وقع معناتها التنكيل بالمدونين بصفه عامه يهزوا فيهم تو منذ 10 سنوات المدونين، وفما ناس على ارتيكل في الفيسبوك يبدو يهزوا ويجيبوا فيها على السجون، نركبوا فيها السيارات هذيك في عهدهم هما وفي الفتره السابقه، وهذيك الامكانيات نتاع الدوله الموجوده. احنا ما ركبناش، بس انا شخصيا ما نعرفهاش السياره هذه نتاع اللي يحكوا عليها، فهمت؟ اما نعرف سياره نتاع الدوله يلزم يركبوا فيها الناس الكل، يركبوا فيها اي مواطن. اون بليس هذوما محكومين اختي. التآمر على امن الدوله عقوبتها الاعدام، راهو في القانون التونسي القانون واضح وصريح، التآمر على امن الدوله عقوبته الاعدام، كسسوا هما هل 25 ولا 30 واحد، كسسوا راشد الغنوشي وجماعه ما نعرفش على التهم. بالنسبه للقضاء راهو حر ومستقل، ما فماش هذه حتى واحد يدخل لقيس سعيد ولا البرلمان ولا نابورت كي انال دروا دانترفينير. دونك حكايه هذه باش ما نركبش في السياره هذه ونركب في، انا ما نصدقهاش الحكايه، خاطر نعرف زاد نطلب من رجال الامن، مش معقول الشيء اللي تعملوا فيه، خاطر انا مربوط نورمال وقت اللي يبدا واقف في السقيفه ولا واقف في الواحد ويعيطوا له ويركب في السياره، ما يقولولوش، ما عندوش الحق باش يقول هذه نركب فيها وهذه لا، يجيبوا لك سياره تركب فيها. انا هنا نتهم الاطار نتاع السجون والاصلاح بالتواطؤ مع الناس هذوما. انا باش نشكي بهم، لو كانت تتعاود الحكايه هذه نمشي نشكي بوزاره الداخليه بالجسم جماعه السجن هذوما. خويا مواطن مربوط، هم 9000 و 8000 واحد مربوط في الحبس ولا سافوار، عندنا 20000 واحد مربوط. شنو واحد فرض وواحد سنه تركب خويا في السياره وتحجم شعرك وقت تدخل في الصال دوش ما فماش دي بريفيليج اختي. مش معقول يعملوا دي بريفيليج. اون بليس هذوما تآمر على امن الدوله، نعاود ونكرر ونشد صحيح فيها الحكايه اختي. راهي الحكومه نتاعها العقوبه نتاعها الاعدام. انا نطالب من القضاء التونسي تطبيق حكم الاعدام. راهي الناس هذه باش تخرج باش يعاودوا يفتقوا البلاد من بعضها، عندهم دي ريزو وعملوا عمايل جرائم معناتها القضاء يعرفها. اولا فيما يخص السياره لابد ان يمتثلوا الى اعوان السجون، لان نفس الوضعيه ما فماش كاتيجوري زايد وكاتيجوري نقص، المساجين الكل كيف. عندما يدخل يتوقف السيد تسحب عليه جميع حقوق السجين، ما عادش كما يحب هو. كان يركب في مرسيدس يلزم يجيبوا له مرسيدس، يلزم نفس السياره يركب كيف الناس الكل. هذه الحاجه الاولى. اثنين، هما كسياسيين يعتبروا واحد كسياسيين من الدرجه الاولى، مع العلم ان هناك اصحابي فيهم باش ما نقولش. يلزم اول حاجه اذا هما ابرياء القضاء هو اللي بريهم، واذا كان هما ثم حجج دامغه ضدهم القضاء هو له القرار. احنا واجبنا ان نقولوا ربي يفرج عليهم لا محاله، ولكن القضاء هو اللي يعطي الكلمه الاولى والاخرى. لا جماعه هذوما فماش واحد هكا قضايا سياسي كبير وسياسي، كنا سياسيين وبكنا نعرفوا القانون، ولكن القضاء هو اللي يقدم ما يمكن ان يقدمه القضاء، سواء انه يكون بريء ولا متهم، والمتهم يبقى بريء حتى تثبت ادانته. اذا كان ثم ادانه تحمل مسؤوليته، العمل يلقى. لا ابدا، مثله مثل غيرهم، هو مواطن تونسي قبل كل شيء، وامام القضاء الناس كلها متساويين كما في الشرع رب العالمين في الاسلام يقول لك لا فرق بين عربي او اعجمي الا بالتقوى. باهي يطبق عليك القانون مثل اي مواطن، ما عندكش حتى شيء زايد. وهذه معناها سياره نقل تاع تعذيب ولا شنو، بطبيعه الحال هي السياره مش تكون فيها الاحتياطات الامنيه اللازمه الكل، حتى الشباب وكل واحد يبدو فيهم لي جرياج اون سي جامي يرمي روحه ويقيد على الامن ويقيد على الدوله وكذا. سي نورمال يعني باش تطبق عليك القانون مثلك مثل غيرك. انت انسان متهم
والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، والبت يكون عند القضاء. القضاء يبت فيهم كما كان يحكي الأخ قبلي، إذا كان ثم براهين وقرائن وأدلة تدينه القضايا معناها يصدر حكمه فيهم مثلهم مثل غيرهم. هيك تشوف في الغرب وفي الدول الغربية عموما ثم رؤساء تحاكمت، ثم رؤساء توقفت، ثم اللي سحبت منهم الحصانة، ثم كذا. شبيهم يطبقوا هذيك الديمقراطية الصحيحة. هم محسبين روحهم دعاة ديمقراطية، هم في الحقيقة مش دعاة ديمقراطية، دعاة فوضى خلاقة. لأن في ظل الفوضى الخلاقة معناها تنشأ عصابات جديده كما صاير تو في تونس، عصابات نتاع احتكار ونتاع مضاربه ونتاع بيع الدروغ كما قال الرئيس تو مش يعتني بل الظاهره هذه ولا الناس مروجين للدروغ وهم يدعيوا انهم دعاة ديمقراطيه. ابدا عمرها ما كانت ديمقراطيه. فما ظاهره تلفت الانتباه حقيقه ولاحظوها برشا مواطنين توانسه اثناء عمليه ايقاف هؤلاء السياسيين اللي عندهم قضايا قاعدين يعني موقفين على ذمتها امام الساده قضاة التحقيق. ولهنا نعاودوا ناكد رانا ما ندخلوش في عمل القضاء النجم قضاء يبرئهم كما ينجم يدينهم، لكن علاش السياسي اللي يتوقف يمشي ما لا يقل على 50 محامي متطوع، في المقابل نلقاو الشعب الزوالي ما يلقاش ويبدا مظلوم وما يلقاش حتى باش يعمل محامي نظرا لارتفاع اتعاب المحاماه في تونس. والله ثم مثل شعبي يقول الدنيا مع الواقف. الجماعه هذا واقفين بك الاساليب الملتويه اللي كانوا يعملوا فيها قبل وبتكديس الاموال وبال 120 ألف مليار قروض على ظهر الشعب التونسي التي أتلفت لا ندري مآلها ومصيرها وين، هل هي مرصودة في بنوك أجنبية، هل هي مخبية لهنا في مخازن ما نعرفش كيفاش. الناس يمشوا لهم هذاما اللي قاعدين يدافعوا عليهم يتقربوا لهم في نهاية الأمر، لأنه يعرفوا عندهم أموال متلتل، يتقرب ليه ويحب يقول كلمة خير فيه. يجب على المحامي هذا السيد، أنت محلف يا سيد محامي، قل كلمة الحق أو لا تقل. فمن أراد أن يتكلم فليقل خيرا في ديننا، من أراد أن يتكلم فليقل خيرا أو ليصمت، ما عليه كان يسكت. يخافوا على رواحكم، خافوا ربي، راهو عندكم صغار وما عندكم وليدات، وخافوا على البلاد هذه، راهو عيب عليكم البلاد رانا وخرنا تقريبا 50 سنة التالي ضاعت البلاد والله العظيم. هل من المعقول عائلة أي مواطن تونسي سياسي ولا يلتجئوا للخارج ويستقووا بالأجنبي ويناديوا حتى الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تونس لأنه آبائهم أو إخوانهم يعني في السجون؟ شوف أختي، من حق أي مواطن تونسي يعمل ايش يحب. هو مع تحب سامحني يا أختي، تحب تحتاج ما يهمنيش فيش يتسمى أنا، يتصرف على روحه. تحب تمشي لامريكا تقول لها ما عادش تعطي اعانه، وتحب تمشي لفرنسا والمانيا وكذا، وجماعه هذوما ناس بعقولهم راهم ماشيين لهم، انتوما ناس بعقولهم ويمنعوا التدخل في شؤونهم القضائيه. هي ناس بعقولها، مش متوك يمشي هالجماعه هذوما الكل يلم رواحهم في بروكسل. في بالي انا كنت نعيش في بروكسل ونعرفها بروكسل، كوميسيون اوروبيان في حومتي، معناتها كانوا معناتها يعطوهم جردان يرقدوا فيها، نعرفها الحكايات اللي يعملوا فيها كل الاتحاد الاوروبي وامريكا والجزائر والصين وروسيا، هذوما ناس بعقولهم واكثر حنكه وتجربه من اللي يعرفوا بالضبط ايش وقع. وانا متاكد لك زاد يستحيل يدخلوا في شؤون القضاء التونسي. راه بالنسبه لك انت كمواطن تونسي الاستقواء بالاجنبي حريه شخصيه؟ حريه، تحب تستقوى برا استقوى. شوف اختي، تحب تستقوى باي واحد اجنبي برا جيبش عندك. انا عندي انا القضاء التونسي ما هي جريمه، لا برا جيبش، جيب استعمل القوه نتاعك. انا عامل على العبد لله، ما يبدو يتعاركوا معايا، يتعاركوا مع شخصي، انا نحكي فكريا. أنا جيب تحالف مع اللي تحب عليه برا، تحالف مع امريكا وجيب معاك فرنسا وجيب معاك الدنمارك وجيب معاك الصين وجيب معاك اليابان وجيب معاك كذا. برا امشي اربط خيوطك مع الناس الكل، لن تقدر شيئا، على خاطر فما القضاء قدامه دوسي باش يحكم فيه، وباش اذا كان واحد فاهم يتجرأ باش يتدخل تو يتهز نمشي نشكي بهم. انا مش نشكي بالجماعه اللي يمشوا يتظاهروا، مانيش فيه السورتي دو ليتا، انا نعرفها لا سورتي دو ليتا دو لونيون اوروبيان، لي زاجون دو لا سورتي دو ليتا نعرفهم من بيرسون، ما همش ناس ترضع في صوابع باش يعرفوا اش باقيين يبعلوا هذوما في بالهم. وليزيتازوني دامريكا لا ميم شوز، والصين لا ميم شوز، والجابون. برا اعمل ايش تحب، فطق تظاهر وانت تحب انت، خلي واحد منهم يتكلم يلو راه معناتها، خاطر فما قانون وكان نشكوا بهم احنا كمواطنين. ما نمشيش نشكي بمواطن مشى يتظاهر برا استقوى اخويا، انا نشكي بردة الفعل نتاع المسؤولين، انه فات فما ردة فعل. يمشوش 100,000 واحد يتظاهروا غادي صام ديرونش برا اخويا، حريه شخصيه. يطلب في انه تقف الاعانات، واحنا شو توقفوا ياخذ وتسليط عقوبات ووقف التوريزم. ما عمليش حب يا ودي اللي في مخك، انا اللي في مخك عملوه، اللي في مخك عملوه. نهار اللي واحد منهم il va intervenir avec la justice tunisienne, il aurait des comptes à rendre à moi.